انتم عارفين من ساعة ما الكاكاو بقى هوت شوكليت والبليلة بقت بينز والملوخية بقت جرين سوب والفشار بقى بوب كورن والبقسماط بقى باتون ساليه والفطير بقى كريب والقهاوي بقت كافيه والقهوة نفسها اللي بنشربها بقت كوفي والعري بقى اوبن مايندد واللبس المقطع بقى ستايل والمخدرات بقت روشنة وكمان بقى عندنا السنجل ماذر والسنجل فازر والوطنية بقت في خبر كان والراجل بقى مز والبنت بقت رجولة والتدين السليم بقى تخلف وساعات كمان بقى إرهاب والعادات الشرقية بقت بيئة وبرضك بقت تخلف والخلافات بقت اونلاين والزعل بقى بلوك والضحك بقى ايموشن وكمان بقينا نكتب العربي بالانجليزي. ومن ساعة ما البني ادم بقت قيمته في موبايله ولبسه ما بقتش في اخلاقه ولا تدينه ولا احترامه، وكمان بقوا القرايب عقارب والصحاب عرر. كل ده وبنسأل هو الزمن اتغير ليه؟ الزمن ما اتغيرش، احنا اللي اتغيرنا، احنا اللي بعدنا عن اصولنا وجذورنا وعاداتنا وتقاليدنا وعربيتنا وتديننا وبقينا تابعين ومقلدين وخلاص. بنقول ان الناس اتغيرت، والناس اتغيرت ليه والزمن اتغير ليه؟ احنا اتغيرنا ليه؟ احنا اللي بقينا تابعين وفقدنا هويتنا وفقدنا جذورنا، قطعنا ارحامنا وفقدنا الاحساس بالغير، بقينا ما بنحسش بالمحتاج. مش شرط يكون المحتاج ده محتاج فلوس، ممكن يبقى محتاج عطف، محتاج حنية، محتاج احساس بيه. اصبحنا بلا هوية وبلا جذور وبلا اخلاق وبلا انتماء وكمان بلا عطاء. أرجوكم عودوا لجذوركم يرحمكم الله.